السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية. الباريس، المغرب شريك موثوق ونتمسك باليد الممدودة. قبل ما ندوزو للتفاصيل، ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. أكد خوسيه مانويل الباريس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني أن الاجتماع رفيع المستوى مع المغرب والذي سيعقد في الأسبوع الأخير من يناير الجاري هو الأول من نوعه منذ عام 2015. وشدد رئيس الدبلوماسية الإسباني على أن القمة ستعطي زخما شديدا للعلاقة الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن التجارة بين البلدين قد زادت بنحو 30% هذا العام 2022. وأفاد الباريس بأن اللجنة العليا المشتركة بين المملكتين ستصادق على إعادة فتح الجمارك بمليليا المحتلة وفتح الجمارك الجديدة في سبتة المحتلة. وأشار إلى أنه يجب أن يكون افتتاحا تدريجيا على وجه التحديد حتى لا نعود إلى أخطاء الماضي، واصفا المغرب بالشريك الموثوق والاستراتيجي. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.